يعتمد على نفسه في تجهيز الوجبات، فلحد هسه الحمد لله. شغال من تاني يا سيدي. إيه؟ نبدأ من تاني. معتمد على انت نفسك ولا انت على هنا عمل كده. الصف؟ لا بعتمد على الله، وبعد كده احنا ادينا مع بعض. فالحمد لله يعني الشقه المطبخ. ده المطبخ بقى كده يا استاذ اشرف. نعم المطبخ مجهز بصوره ممتازه. ده حاجه جميل. البوتاجاز، فرن. يعني الحاج النهارده مين اللي عمل بقى الفطار؟ الفطار يوميا بعملها. والفطار على اعلى مستوى يعني. طيب كويس. بجهزه. فعندنا ميكرويف، ثلاجه وبوتاجاز، وكل الخدمات الحمد لله متاحه في المنطقه. الحمد سوبر لله. ماركت قريبه. لان اخونا احمد يعني ما قاعد يقصرنا، بس اي وقت بيجي لنا الحاجات. وانا بجهز بس يعني. كويس كويس يا يعني استاذ. فرصه جميله جات يعني انه الواحد يعني اول مره تسافر لوحدك انت، او حاجه يعني اول مره بشكل فعلي كده انت والحاج. انا والوالد لنا فرصه جميله، مع انها هي لعلاج، لكن برضه يعني نحن ما سافرنا قبل كده، احنا مشينا جده زمان. لا لوحديكوا يا حاج كده يعني ما معانا يعني ست. ما فيش. لوحدينا. خلاص يعني. يعني نشكر ربنا على نعمته علينا، وان شاء الله يعني نجي المره الجايه. هو يجينا قبل ما نحن. انا يعني ان شاء الله ناوي اجي انا والاولاد. ان شاء الله طبعا. يعني انا وزوجتي وابراهيم وايه وامنيه. اي. ومن مصر برسل لهم يعني التحايا. ان شاء الله يعني لما نرجع السودان نلقاهم بصحه وعافيه. ان شاء الله ان شاء كل الله. الاهل والاخوات وعمتنا ونسايبنا كلهم. والحمد لله يعني الواحد ذاته اخذ يعني توجيهات كويسه جدا يعني. الحمد اخواننا لله. في السودان، اخونا عبد اللطيف يعني بيتصل طوالي، اخونا وضاح، واخونا وعديلي، واخوي هاني. هاني طبعا بيجي طوالي مصر، مع انه يعني بيجي لعلاج، لكن يعني برضه بيختلط مصر وام الدنيا. فبنرسل لهم هنا برضه التحايا، وان شاء الله يعني لما نوصل السودان نلقاه في صحه وعافيه. ان شاء الله. وعمنا سعد يحيى برضه، وكل الاهل والاخوان في السودان. وبنشكركم جزيل الشكر يا اخواننا المصريين، والحمد لله يعني احنا فعلا يعني منورينا والله. انتم منورينا وفي بلدكم مصر هنا. احنا مش الجماعه كده بنقول بلدكم التاني، لكن انا شايف ان مصر والسودان بلد واحده. مش قادر اقول انها بلد اولى وتانيه، لا ده هي بلد واحده. هي بلد واحده. يمكن الواحد خدمته الظروف ذاته يعني انه الحمد لله. يعني زي ما قلت لك انه انا مما نزلت في مطار القاهره قلت والله انا حاسب نفسي زي كانه في الخرطوم. الحمد لله. وزاد الحاجه دي انه وجدنا معانا يعني اخونا ابو مصطفى. الله يخليك. فيعني ان شاء الله ربنا يطول في عمرك ويديك الصحه والعافيه. وبنرسل تحايانا برضه وسلامنا لابنائنا مصطفى واحمد. ان شاء الله ربنا يحفظهم لك. الله يديك الصحه والعافيه. واخونا احمد برضه. ايوه الكبير عمو. مسميه ود الليل لانه ما بيسهر الا بالليل بس. يا اهلا بيك ويا اهلا بيك. شكرا لكم كثير ان شاء الله. عفوا.